السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. فيديو النهاردة هنعمل مع بعض اسهل واسرع وانجز طريقة لتتبيلة الفراخ المشوية، بتنفع جدا في العزومات في رمضان، ولو مستعجلة مش هتاخد منك اكتر من 10 دقايق. يلا بينا نعملها مع بعض. لو عجبك الفيديو، انا شيماء شاهين ودي قناتي، متنسيش تعملي لايك للفيديو واشتراك للقناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل الوصفات الجديدة. مكوناتها بسيطة جدا وسهلة. اول حاجة احنا بننضف الفراخ بمحلول النقع، عملناه مع بعض اكتر من مرة. والمكونات بتاعتي بصل وطماطم وفلفل اخضر وتوم. انا ما بزودش اكتر من كده، احيانا بزود ورق لورا وحبهان، بس انا ما زودتهمش النهارده. وهحط معاكم كوبايه زبادي وربع كوبايه زيت ذره. كل المكونات اللي انا قلت لكم عليها دي هنحطها في الخلاط مع بعض. زي ما قلت لكم، بعد ما بنغسل الفراخ ونتاكد ان هي نطفت كويس قوي من الزفاره ومن اي حاجه تانية. بصوا معلقه التوم اهي، معلقه توم مفروم او 5 فصوص توم او 4. التوابل بتاعتي ملح وفلفل اسود وبهارات وتوم بودر وبصل بودر. ولو عايزه تضيفي مكعب مرق دجاج ضيفيه، هيدي نكهه حلوه جدا. كده يبقى احنا حاطين التوابل بتاعتنا. وهنحط والخضار بتاعنا عبارة عن بصل وطماطم فلفل رومي، وممكن تضيفي عليه قرن فلفل حراق حسب الرغبة. ودي كوباية الزبادي هحطها معاكم، وبنفس معيار كوباية الزبادي الصغيرة حطيت حوالي ربعها زيت ذرة او نصها، يعني حوالي 4 أو 5 معالق زيت. وبتضربيهم كويس قوي في الخلاط او في الكبة بتاعتك. ولو حسيتي ان الخليط محتاج يتخفف شوية، ممكن تضيفي شوية مية بسيطة جدا. حطينا بقى المكونات. انا كنت غسلت الفراخ بتاعتي كويس قوي ونضفتها تاني بمحلول النقع بتاعنا. وبعد كده فتحتها بالسكينة زي ما انتم شايفين، عشان اتأكد ان الخلطة بتاعتي هتوصل لكل اجزاء الفراخ وتستوي كلها كويس، لان الفراخ نية، انا مش مديها نص سلقة او حاجة. بصوا بعمل فتحات كده عشان لو حجم الفراخ كبير اتأكد انها تستوي في كل الاجزاء اللي فيها، ما تبقاش الاجزاء اللي عند العظم جوه نية ومن بره تبقى واخدة اللون او متحمرة. بصفيها طبعا كويس بعد الغسيل زي ما قلت لكم، وببتدي افتحها كده وبضرب الخليط ده في الكبة بتاعتي او في الخلاط، وببتدي انزل على الفراخ. الخلطة دي سهلة جدا وسريعة جدا، انتي مش هتاخد منك اكتر من 10 دقايق. وانتي هتبقي مسخنة الفرن على درجة حرارة 180. انا عندي بحطها في الفرن الكهربي، فبقدر اشغل الفرن والشواية مع بعض. لو انتي عندك الفرن العادي بتشغلي عليها الفرن، وبعد ما بتستوي او بتتأكدي انها استوت بتشغلي عليها الشواية لمدة 3 أو 4 دقايق تاخد اللون المشوي الحلو اللي احنا بنحبه. بعد ما بنحط الخليط كده، انتي لو عندك جلافز او لو تعمليها بايدك، بنعمل مساج للفراخ كده عشان برضو نتأكد ان الخليط مسك على قطع الفراخ كويس. انا قلبتها بس كنت اتأكدت بصراحة ان الخليط بتاعي وصل للفراخ كلها ولأجزائها كلها. الصوص ده حلو جدا، يعني انا ما حبيتهاش تبقى تقيلة عشان ما تبقاش ناشفة. بيتقدم جنبيها بقى، يعني يفضل بصراحة طالما عاملاها بصوص كتير كده، يفضل جنبيها تقدميها مع رز ابيض وخضار، اي نوع خضار بقى عندك. بصوا حلوة قوي ما شاء الله، اللهم بارك. هتعجبكم جدا الطريقة دي والوصفة دي، وبجد هتنجزكم جدا. هتدعولي ان شاء الله لما تجربوها. انا قدمت جنبها رز ابيض عادي، واي نوع خضار عندك مش هتفرق، انا بس حبيت اوريكم الفكرة والطريقة، وان شاء الله تجربوها وهتعجبكم. فيديو النهاردة خلص سريع سريع. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل الوصفات الجديدة. لو انتي اول مرة تشوفيني، انا شيماء شاهين ودي قناتي. هستناكم تجربوا الوصفة وتقولوا لي ايه رأيكم في الكومنتات، وتقولوا لي ايه هي اقتراحاتكم للفيديوهات الجاية الجديدة.